ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ وفي الحلقه بتاعتنا النهارده احنا هنتكلم عن الحلقه الاولى من الموسم الاول من مسلسل جوثام نايتس. الحلقه دي تعتبر كده حلقه انطباعات اوليه عن المسلسل، هنشوف ايه اللي كان كويس في الحلقه وايه اللي كان وحش. وطبعا زي ما احنا متعودين في حلقه الانطباعات الحلقه بتبقى بحريه حرق عن الحلقه اللي هنعمل انطباعات عنها. وعلى فكره انا فاكر ان كان في حد قبل كده في الكومنتات كان كتب لي ان انا احاول اعمل جزئيه من الحلقه ولو صغيره تبقى بدون حرق، ولكن صدقوني مش هعرف، هتبقى ميداني زياده عن اللزوم ومش هعرف اتكلم بشكل كويس لان كده كده هي حلقه واحده بس. وعموما انت حتى لو اتفرجت على حلقه الانطباعات اللي فيها حرق مثلا لاول حلقه من المسلسل زي اللي احنا هنعمله النهارده كده، تقريبا مش هتبوظ عليك التجربه قوي لان دي اول حلقه بس. اكيد في استثناءات تانية ممكن يبقى الموضوع ده فيها بيبوظ حاجات مهمه في الاحداث، ولكن احنا عندنا في المسلسل بتاع النهارده ده ما بيحصلش. فاعتقد ان انت حتى لو انت مهتم ان انت تتفرج على المسلسل ده مش هتخسر حاجه لو اتفرجت على حلقه الانطباعات اللي هيبقى فيها حرق للحلقه الاولى فقط. ومن غير مقدمات كتير كالمعتاد يلا بينا ندخل في الحلقه. بس برضه اهم حاجه ان لو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد، وتعدي تحت في الكومنتات تكتب لي رايك عن الحلقه وتقول لي رايك في الثامبنيل الجديد اللي احنا بقينا نعمله علشان خاطر نبقى عارفين هو احلى ولا القديم. وطبعا ما تنساش تزور اللينكات اللي في الديسكربشن بتاعت الفيسبوك وتويتر تبقوا تعملوا لهم لايك وفولو. ودلوقتي يلا بينا ندخل في الحلقه. They killed Batman. What's the plan? We're gonna clear our name. When you've got no one left to trust, you learn how to trust yourself. That means not playing by the rules anymore. Count me in. مسلسل جوثام نايتس هو احدث انتاجات شبكه السي دبليو، وفعلا يا جماعه انا مش عارف انا ليه بعمل كده في نفسي. يعني فعلا بصراحه انا مش عارف ايه اللي بيخليني اتسحب من دماغي واقرر ان انا هدخل اتفرج على اي عمل من انتاج المنصه دي، وهتعرفوا ليه كل الكلام ده في الحلقه. واحداث الحلقه الاولى من مسلسل جوثام نايتس هي تعتبر كده القصه بتاعه العمل اللي انت ممكن تدخل تشوفها على موقع IMDb مثلا، او اللي هتلاقيها متقدمه في التريلر بتاع الموسم الاول من المسلسل. يعني الحلقه الاولى تعتبر هي الانترودكشن بتاعه احداث المسلسل، فعشان كده انا قلت في الاول ان انت تتفرج على الحلقه بتاعه النهارده بتاعه الانطباعات برغم ان فيها حرق ده مش هيبوظ عليك اي حاجه. والاحداث بتاعه الحلقه الاولى من المسلسل بتتكلم عن ابن باتمان المتبنى تيرنر هيز، اللي في يوم بيستغل عدم وجود ابوه في البيت وبيعمل حفله عنده، وهو بيحتفل بيجيله هارفي دنت وبيقول له ان باتمان اتقتل، ولكنه ما بيقولوش ان باتمان اتقتل على طول، هو بيقول له ان بروس وين اتقتل. ولما بيخش يتكلم معاه جوه لان هو صديق مقرب من العيله بيساله هل كنت تعرف ان ابوك هو باتمان؟ واللي بنعرفه بعد كده من تيرنر هيز ان هو ما يعرفش اي حاجه اصلا عن كون ابوه بروس وين انه باتمان. وبرضه في خط تاني كده في الجنب بيتضمن عصابه مكونه من 3 اشخاص، والثلاث اشخاص دول بيتم تكليفهم من شخص مجهول ان هم يروحوا يسرقوا مكان معين. ولكن المفاجاه ان هم لما بيروحوا المكان ده اصلا ما بيلاقوش اي حاجه تتسرق غير مسدس بس هو اللي موجود في الخزنه بتاعه المكان. واللي بيعرفوه بعد كده اصلا ان المسدس اللي هم مسكوه ده هو مسدس الجريمه اللي اتقتل بيه بروس وين، اللي بعد كده وهم موجودين في المبنى اللي بيسرقوه بياخدوا بالهم ان شباك المبنى ده اصلا مكسور وواقع قدامه جثه بروس وين. وفي الوقت ده بتكون الطيارات خدت بالها من الجثه والكلام ده كله، وبياخدوا بالهم من كمان القتله اللي موجودين في المبنى، او بمعنى اصح التشكيل العصابي اللي تم تلفيق التهمه دي ليه من قبل شخص مجهول. ولكن ضمن احداث الحلقه برضه وبمساعده احد اصدقاء تيرنر هيز بنكتشف ان الشخص اللي كان بيحاول يلفق التهمه للثلاث اشخاص دول لفق التهمه ليه هو كمان. ومن هنا بقى شكل المؤامره ان ابن باتمان قرر ان هو يقتل ابوه عن طريق تعيين 3 اشخاص مجهولين من بعيد ان هم يقتلوه عشان هم اللي يلبسوا القضيه. واللي بيعزز السيناريو ده اكتر عند الشرطه وبيخليهم مصدقينه بشكل اكبر برغم من محاوله هارفي دنت في انه يساعد تيرنر، انهم بيلاقوا ان بروس وين قبل وفاته بكام يوم كان طالب المحامي بتاعه ان هو يغير المستفيد الوحيد من الوصيه، ومفيش اي مستفيد وحيد من الوصيه غير تيرنر اللي هو ابن بروس وين. وبالتالي الموضوع كله على بعضه كده منطقي. ووسط طبعا احداث الحلقه وتصاعد الاحداث المجموعه بتاعتنا اللي هم مكونين من 3 اشخاص بالاضافه لتيرنر كلهم بيتقبض عليهم. او على فكره العصابه اللي احنا بنتكلم عليها دي مكونه من 2 اخوات ولد وبنت، وواحده تانية المفروض ان الاحداث قدمتها انها بنت الجوكر. واثناء ترحيلهم بيتسببوا في حادث كبير جدا اثناء محاوله هروبهم من عربيه الترحيلات، واللي بعد خروجهم منها تيرنر بيحاول ان هو يوقفهم من محاوله الهجوم على الضباط. وده اللي بيخليهم يكتشفوا بعد كده ان مدينه جوثام كلها بتدار من قبل منظمه سريه، وان كلهم مشتركين في التغطي على عمليه قتل بروس وين بشكل او باخر. لما بيكتشفوا ان اللي متسببين في قتل بروس وين هم الكيرتف اولز. وتقريبا هي دي كل احداث الحلقه الاولى. طيب بعد بقى ما لخصنا الحلقه الاولى تقريبا بشكل سريع جدا على قد ما اقدر يعني لان ده اللي كان موجود فيها، انا دلوقتي هنبتدي نتكلم بقى عن الحاجات الحلوه والوحشه اللي كانت موجوده في الحلقه. اولا خلينا نبتدي بالايجابيات، وتقريبا يعتبر التصوير والالوان والكادرات والحاجات اللي زي دي كلها بصراحه في الحلقه الاولى كانت كويسه جدا، وفعلا في شويه شوتات وكادرات كده والوان حاجات معينه كانت معموله بشكل رايق قوي بصراحه وكان شكلها حلو جدا. الموسيقى بصراحه طبعا يعني فيها الجو اللي هو الايبك بتاع السوبر هيروز والكلام ده كله، بس حسيتها اوفر شويه في بعض الاوقات. يعني هي تبقى حلوه وكل حاجه بس توظيفها هو اللي سيء. اعتقد لو كان تم استخدامها في مشاهد اكثر ملحميه من كده شويه كانت هتبقى اهم بكتير واحسن بكتير وتاثيرها افضل من كده بكتير.
بكتير. واعتقد انه من الصعب ان احنا نحكم جدا على المؤثرات البصريه من الحلقه الاولى كمان، لان اصلا الحلقه الاولى ما تمش تقديم فيها اي حاجه كبيره زي دي. هي الحلقه كلها كده على بعضها كانت عباره عن مطارده ما بين الشرطه وما بين عصابه مكونه من 3 اشخاص. فاحنا هنستنى نشوف المسلسل هيقدم ايه بعد كده، ونبقى نتكلم عليه بعدين بقى ان شاء الله لو كان عندنا وقت نعمل مراجعه للمسلسل كله. بالنسبه بقى للكاست اللي تم ظهوره في اول حلقه، بصراحه في الحاجات الكويسه والحاجات الوحشه، ولكن ما فيش حاجه جامده قوي. الولد اللي بيعمل شخصيه تيرنر هيز بصراحه مش وحش، يعني توقعت ان هو هيستفزني جدا هو والمجموعه الثانيه اللي معاه، ولكنه بصراحه كان مقبول. اما بقيه المجموعه بقى كلها ال3 اشخاص التانيين ما فيهمش غير البنت اللي بتلعب دور الجوكر، وده اعتقد عشان بتلعب شخصيه سايكو مش اكتر. هي بتلعبها بطريقه حلوه ولكن طريقه نمطيه جدا شفناها في مليون حاجه قبل كده وملهاش حتى التاتش بتاعها. هي حلوه ولكن مكرره ونمطيه وشفناها كتير وما فيهاش ابداع. الاثنين التانيين بصراحه دول ما كانش ليهم لازمه وكان دمهم تقيل قوي وما قدموش اي حاجه اصلا في احداث الحلقه الاولى، وحتى اداءاتهم كانت سيئه جدا بصراحه. يجي عندنا بعد كده بقى الشخصيه اللي المفروض انها في احداث المسلسل بتلعب دور روبن، وطبعا انتم مجرد ما تشوفوا الصوره دي اصلا هتفهموا ان المسلسل ده ماشي على كم رهيب من الاجندات، وده اللي بيحصل في غالبيه اعمال السي دبليو عموما. فدي ما كانتش مفاجاه بالنسبه لي، خصوصا ان هم حتى يا ريتهم بيحاولوا يعملوها بطريقه كويسه ولكنهم بيعملوها باسوا الطرق الممكنه، بعيدا عن محاولات ادخالهم للشخصيات دي بطريقه غير مناسبه دراميا في الاحداث في بعض الاوقات او في غالبيه الاوقات كمان. ولكن بنيه الشخصيه اللي معانا النهارده ما اقدرش اقول انها الحد اللي مدرب من باتمان واللي بيساعده في حاجات كتير، لان البنيه بتاعتها لما تشوفها انا عن نفسي حسيت بكده انها مش حد قادر على ممارسه الفنون القتاليه بكل خفه وسرعه. وبعدين يعني انا مش متابع للكوميكس، ولكن انا تقريبا سمعت عن نسخ كتير جدا من روبن، ولكن ما سمعتش في ولا مره عن روبن بن. هو يا ريت لو في تفتحوا علينا على الكلام ده تحت في الكومنتات، بس انا عن نفسي ما وصلنيش الكلام ده. فلازمتها ايه بقى الحركات دي كلها، خصوصا انها بتبوظ من الاعمال بتاعتهم اكتر ما هي كده كده بتكون بايظه. المهم مش دي نقطتنا، خلونا نكمل بقى طبعا في الكاست بتاعنا. وعندنا طبعا ميشا كولينز، واحد من الفاميلي بتاعت سوبر ناتشورال، وحد انا كنت بحبه جدا في مسلسل سوبر ناتشورال. هو ما كانش من التوب 5 كاركترز بالنسبه لي قوي يعني، بس كنت بحبه. هنا في المسلسل بقى بصراحه انا في اول حلقه ما شفتش منه حاجات جامده قوي بصراحه. هو اكيد ما كانش من السلبيات بتاعت الحلقه الاولى من المسلسل، ولكنه برضه ما قدمش اي حاجه ممكن نقول انها لفتت الانظار. ده غير ان الشخصيه دي بالذات اصلا بتحط على اللي بيلعبها عامه ايا كان هو مين تحدي كبير جدا، لان اعتقد ان الوحيد اللي قدم الشخصيه دي قبل كده في اي فيلم لايف اكشن او في اي عمل لايف اكشن كان ارون ايكهارت في فيلم ذا دارك نايت. واعتقد ما فيش حد يختلف تماما على الاداء اللي هو قدمه ولا الطريقه اللي اتقدمت بيها قصه هارفي دنت في العمل ده اصلا. وللاسف التحدي ده في الغالب مش هيبقى في صالح ميشا كولينز خالص، خصوصا ان هو كده كده يعني مش اتقل ممثل ممكن تشوفه طلع من الشبكه دي قبل كده. وكده كده اصلا قصصيا ودراميا احنا عارفين ان المنصه دي مش افضل منصه بتقدم الكلام ده كله على بعض. وللاسف اللي بيتقدم هنا في الحلقه الاولى من المسلسل بيقول ان في الغالب المسلسل ده مش هيعمل اي تغيير عن الاعمال اللي قبل كده، بل بالعكس بيقول ان هم مكملين على اللي هم بيعملوه على طول ومش شايفين ان هم بيعملوا في اي حاجه غلط. ولكن بقى سيبنا من النقطه دي وسيبنا من الكاست وسيبنا من مشاكل السي دبليو دي كلها بقرفها على بعضه. خلينا نبتدي نتكلم شويه عن القصه والسرد وشويه حاجات كده كانت سخيفه شويه. اولا بدايه كده من اول 40 ثانيه والمسلسل هيبتدي يقدر ان هو يستفز المشاهد ان هو يشتم فيه. هتقول لي ليه يا عم، ما انت بتقول شويه حاجات كويسه برضه عن المسلسل وعمالين نتكلم براحتنا بقالنا شويه. اقول لك انا ما عنديش مانع والله، هي الحلقه ما كانتش اسوأ شيء ممكن، ولكنها برضه ما كانتش حاجه حلوه، لان انت من اول 40 ثانيه بتشوف المفروض قناع باتمان. ايه ده؟ ويا اخي ايه المنظر ده يعني؟ يا اخي باتمان لو كان واحد قاعد تحت بير السلم ومش لاقي ياكل اصلا كان تقريبا عمل قناع احسن من ده بكتير. لا بجد يعني انا عايزكم تفهموني وتقولوا لي كده، يعني ايه المنظر ده؟ ده المفروض قناع بدله باتمان اللي عاملها بروس وين او حد تبع بروس وين، اللي هو واحد يعتبر من اغنى الناس في عالم دي سي ويعتبر برضو اكثرهم ذكاء. معلش انا اسف يعني اقنعوني ان ده منظر قناع اصلا باتمان او قناع واحد بغنى باتمان. وبعدين يا سيدي سيبك من القناع مش هندقق عليه كتير قوي، شخصيه الراجل اللي احنا بنشوفه مرمي اللي هو على اساس ان هو بروس وين يعني ده مش منظر واحد ينفع يكون باتمان ابدا. احنا ما ركزناش عليه كتير، بس من الوهله الاولى كده وانت بتبص عليها تقول مستحيل دي تكون بنيه باتمان او ده شكل باتمان اصلا. ولكن بالنسبه لي بقى المشكله الاكبر في ايه؟ ان المسلسل هنا بيتعامل على ان اللي بيعمله بيعمله بجد وواخده بجديه كبيره جدا، ولكن مفيش اي اهتمام بالتفاصيل وفي استهزاء بالمشاهد وفي حاجات كتير قوي من دي بتحصل. الفكره ان وانت بتتفرج هتحس ان هم مش واخدين الموضوع بجديه، بس المشكله ان هم واخدينه بجديه فعلا. يعني انا لو برمي نكته على باتمان او بحاول اتريق عليه مش هعمل قناع بالمنظر ده انا هعمله احسن من كده بكتير. ما بالك بقى احنا في عمل لايف اكشن وبنتكلم على باتمان، فاحنا مش قادرين نقدم قناع شكله مقنع عن كده شويه، واحنا اتكلمنا عن القناع بس ما اتكلمناش عن البدله كلها. فتخيل بقى لو طلعوا البدله كلها، يا نهار اسود على القرف اللي هنشوفه. وعلى فكره نفس الكلام بيكمل لما الشخصيه بتاعت روبن بتظهر على انها المفروض يعني لابسه نظاره كده فيها نوع من انواع التك اللي اداها لها بروس وين. فيعني المفروض كده انا اسف ان النظاره الغريبه اللي شكلها رخيص جدا دي المفروض يعني انها تك مديها لك بروس وين، واحد من اغنى الناس برضو في عالم دي سي. وبقولها للمره الثانيه يعني يا جماعه مستحيل، معلش يعني ده مش منظر واحده بتتدرب مع باتمان. وبعدين هي لو بتتدرب مع باتمان هتبقى نازله بالبدله الغريبه اللي كانت نازله بيها دي؟ هو ده منظر بدله شخصيه اصلا؟ يعني انا لو عرفت بعد كده واتاكدت ان البدله دي هي واخداها من باتمان او اتعملت لها عن طريق باتمان اصلا، هيبقى الموضوع بصراحه
بصراحه مضحك جدا. ده احنا شفنا اعمال تانية كتير جدا من مختلف المنصات ومختلف الشركات اللي بتعمل الاعمال بتاعت السوبر هيروز، اللي ما بيكونش في الغالب في تحت ايديهم موارد كبيره او اللي ما بيكونوش اغنياء اصلا، بيتمكنوا من عمل بدل احسن من كده بكتير. يا ابني ده انا اتجرأ واقول ان بدله سبايدر مان اللي هي كانت عباره عن تيشيرت وبنطلون وماسك كده تعبان كان عامله سبايدر مان في الفيلم الاولاني خالص بتاع زمان، انا اتجرأ واقول ان البدله دي ارحم شويه من البدله اللي هي كانت نازله بيها. انت تخيل سوء الموضوع عامل ازاي. كمان عندنا مشكله تانية وهي سرعه تقديم كل حاجه بتحصل في الحلقه الاولى. ليه حضرتك ما تهتمليش شويه بقصص الناس دي؟ يعني ليه مثلا ما تركزليش شويه على تيرنر دون مثلا وتعرفني شويه عن حياته، او تركز شويه على علاقته بابوه، خصوصا ان هو بيتم اتهامه في الحلقه الاولى بان هو اللي ارتكب الجريمه. فهل انت بالطريقه اللي انت بتتعامل بيها دي ان انت مش عايز تعرفني كتير عن علاقته بابوه، ان انت بتخليهولي في المجهول علشان اشك فيه بعد كده؟ والله بناء على اللي احنا متعودين عليه من السي دبليو وما اقولش ان هم عندهم الذكاء ده اساسا. فبما انك في الغالب يعني مش هتعمل كده، ليه اصلا ما قدمتليش شويه عن علاقته بابوه علشان تخليني مثلا اتعاطف معاه شويه؟ نفس الكلام على جانب بنت الجوكر، هي شخصيه سايكو وكل حاجه بس عندها مشاكل مع ابوه، ومشاكلها مع ابوها اصلا بتتضمن ان هو ساب امها وسابها في مصحه اركم وراح ارتبط بهارلي كوين، وده بيفتح مجال لحاجات تانية كتير في المسلسل تحصل قدام. هل المسلسل هيعمل ده اصلا؟ والله بناء على العالم دون وعلى اللي احنا متعودين نشوفه منه واللي متعودين نشوفه من القناه دي كلها على بعضها، فانا ما اعتقدش. وبعدين اصلا بقى الكونسبت بتاع الاحداث بتاعه المسلسل او الفعل اللي بيبتدي احداث المسلسل اصلا ده لوحده محتاج تفسير كتير قوي، لان انت بدات لي احداث المسلسل بان في مجموعه اشخاص هتضطر تحقق في موت باتمان لانهم متهمين في قتله عن طريق الخطا، او بمعنى اصح يعني متلفق لهم جريمه قتله. انت اصلا المفروض ان انت تفهمني ازاي في اي حد في اي حته قدر ان هو يقتل باتمان، لان باتمان اثبت بشكل كبير جدا في كل الافلام وحتى اعتقد في اعمال الانيميشن وفي كل حته انه مش خصم سهل، بسبب تدريباته وبسبب ذكائه وبسبب الامكانيات اللي معاه وبسبب حاجات تانية كتير جدا. هو بصراحه يعني البنت اللي هي عامله شخصيه بنت الجوكر دي اصلا قالت كلام كده عن الكيرتف اولز اللي هي في الغالب كده هتبقى الفيلن بتاع الموسم، كلام الى حد ما يعني بيقول ان دول ناس ممكن يبقوا ناس تقيله يعني، فموضوع ان هو يقدروا يقتلوا باتمان ممكن يبقى منطقي سن. بس انا مثلا كمشاهد مهتم ان انا اشوف في الحلقات الجايه مثلا لما نوصل في اخر القصه كده نشوف الفايت اللي مات فيها باتمان، وانا متاكد 100% ان المسلسل مش هيعملها. واحفظوا الكلام ده كويس عشان خاطر هنيجي نتكلم عليه لو عملنا ريفيو كامله للمسلسل بعد ما يخلص، ده لو ما جاتش الامتحانات طبعا. وبرضه احب اشوف اي حاجه عن الجوكر او هارلي كوين، ولكن انا متاكد برضه ان المسلسل مش هيقدمها، او انهم حتى يورونا اي حاجه عن الناس دي تخلونا نخاف منهم فعلا او نقدر نتوتر لما نشوفهم، لانهم هيبقوا اقسام قويه جدا. ولكن انا متاكد ان اي حاجه انا بقول لكم عليها دلوقتي في الغالب مش هتحصل، ولكن دي مجرد حلقه انطباعات، فانا كل اللي بعمله دلوقتي ان انا بناقشكم في رايي مش اكتر. الحلقه الاولى بصراحه ما كانتش حلقه قويه، ولو دي الحلقه اللي انت المفروض بتبتدي لي بيها مثلا مسلسل جديد وعايز ان انت تجذب انتباهي بيها، فاعتقد ان انت ممكن تكون فشلت، لان الحلقه احداثها عاديه جدا، الكاست اللي فيها عادي جدا برضو، في حاجات كتير قوي مش منطقيه، في حاجات كتير قوي في الحاجات الجوانب التقنيه مش كويسه، في اختيارات في الكاستنج شكلها مش منطقي للبروفايلات الشخصيه اللي انت بتقدمها من غير حتى ما نتعمق فيها اصلا، ده بالاضافه لاهمال تفاصيل كتير وحاجات كتير وعدم احترام المشاهد اللي بيتفرج اصلا. كل ده بيخلي بصراحه ان الحلقه الاولى مش مبشره على الاطلاق، وبالتالي لو انا هدي لحد ترشيح بناء على الحلقه الاولى فانا اعتقد ان هقول له ممكن ما تضيعش وقتك في المسلسل ده. انا عن نفسي ممكن لو لقيت نفسي فاضي كده شويه برضه ممكن ابقى اتفرج عليه، لو ما لقيتش حاجه ثانيه اتفرج عليه، ولو خلصت طبعا المسلسل واتفرجت عليه للنهايه ولقيت وقت ان انا اعمل له ريفيو وما كانتش الامتحانات قربت على دماغي، اكيد طبعا ان انا هعمل ريفيو هنا كامله في القناه بعد ما المسلسل ينتهي. وبس كده، دي كانت كل حاجه عندنا عن الحلقه الاولى من مسلسل جوثام نايتس. اتمنى ان تكون الحلقه عجبتكم، اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا منها، واتمنى ان انا اكون عرفت الخص لكم الحلقه الاولى بشكل كويس واكون عرفت انقل انطباعاتي عنها بشكل كويس برضو، وده طبعا اللي هيبان من تعليقاتكم اللي هتسيبوها لي تحت الفيديو. برضو ما تنسوش تقولوا لي رايكم في الصمبلين ان كان القديم احلى ولا الجديد، وكان المعتاد ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب واللينكات اللي في الديسكربشن وتفعلوا زر الجرس لو مش مفعلينه. وكان المعتاد كان معكم مارو من مارو ريفيوز، اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.